إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وسيدنا وقائدنا وأسوتنا وشفيعنا وحبيبنا محمد رسول الله، بعثه الله بين يديه الساعة بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، تركنا على المحجة ليلها ونهارها سواء، لا يزيد عنها إلا هالك، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من سار على نهجه واقتفى آثاره واهتدى بهديه إلى يوم الجمع والدين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله حق التقوى، واعلموا أن من أعظم أبواب الخير وأيسر أسباب الفلاح وأقرب وسائل النجاح إلى الله والتقرب إلى الله هو الاستغفار. لقد أكثر الله سبحانه وتعالى فوائد الاستغفار في كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، ما كان الله معذب قوم وهم يستغفرون. قال الله عز وجل بلسان نبيه نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا. الاستغفار ليست كلمات تقال باللسان فحسب، وإنما هي توبة صادقة وإخلاص النية وتطهير اللسان وفتح باب الرزق والرحمة والمغفرة والخيرات. فالاستغفار ليست كلمة تقال باللسان فحسب، وإنما هي تطهير القلب وتقرب إلى الرب وزينة للمسلم الأقرب إلى الدين الإسلام.
فكان نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم مع أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يكثر من الاستغفار، فكان يقول: والله إني لا أستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة. وفي رواية: كان يستغفر في اليوم 100 مرة. فالاستغفار ليست كلمة تقال باللسان فحسب، وإنما هي سبب لمغفرة الذنوب، سبب لانشراح الصدور، سبب لطمأنينة القلب، سبب لنزول الرحمات والبركات، سبب لتفريج الكرب وقضاء الحاجات، سبب لتيسير الأمور، سبب لحفظ العبد من العقوبات. قال الحسن البصري: أكثروا من الاستغفار في بيوتكم وعلى موائدكم وفي طرقكم وفي أسواقكم، فإنكم لا تدرون متى تنزل البركة والرحمة والمغفرة من رب غفور. فالاستغفار من أثقلته الذنوب ومن أثقلته الفجور ومن أثقلته المشاكل، سواء مشاكل الدنيا والآخرة، ومن أثقلته عدم العافية، الأمراض، ومن أثقلته الفقر، ومن ضاقت عليه الحياة بما رحبت، فعليه أن يكثر من الاستغفار، فعليه أن يكثر من قول أستغفر الله وأتوب إليه، وعليه أن يلزم سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء لك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أستغفرك وأتوب إليك. فليكثر من قول سيد الاستغفار، فليكثر من الاستغفار في جميع أحواله، فليكثر من الاستغفار في السراء والضراء، فليكثر من الاستغفار في الليل والنهار، فليكثر من الاستغفار في المخرج والموت، فليكثر من الاستغفار في السوق، فليكثر من الاستغفار في البيت، فليكثر من الاستغفار في جميع أحواله، فإن العبد لا يخلو من تقصير. إذا أصابك ضراء، إذا أصابك فتنة، إذا أصابك ما لا يسرك، إذا أصابك شيء في بيتك، إذا أصابك سوء في أولادك، إذا أصابك شيء في سوقك، إذا أصابك شيء في أهلك وفي مالك وفي جارك، فأكثر من الاستغفار. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وأكثروا من الاستغفار في ختام أعمالكم، حتى بعد الصلاة الإنسان يفتكر أن الاستغفار تأتي بعد المعصية فقط، وليست كذلك. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم يمينا وشمالا كان يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله 3 مرات. ومن أي ذنب يستغفر؟
مع أنه كان أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ومع ذلك كان يستغفر. فالاستغفار ليست للمعصية فقط. جاء أعرابي إلى الحسن البصري فسأله أنه مصاب في أهله، فأخبره أنه يستغفر الله. وجاء آخر يشكو شيئا آخر فأوصاه أنه يستغفر الله. كذلك جاءه آخر فأوصاه بالاستغفار. فسألوه: جاءك الأول فوصيته بالاستغفار، والثاني وصيته بالاستغفار، والثالث كذلك. فقال: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. فالاستغفار شيء عظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه ثم توبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم والبر الكريم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، የዛሬ ኹጥባችን ስለ እስትግፋር ነው። እስትግፋር ሲባል ቃሉ ቀለል ያለ አስተግፍሩላህ የምትል ቃል ብቻ ናት። ግን እስትግፋር መፋቲሑ ኩል ሸይ፣ ለሁሉም የመክፈቻ ቁልፍና በር የሆነች ቃል ናት። አንድ ሰው ችግር ሲያጋጥመው እስትግፋር ሲያረግ ያ ችግር አላህ የሚፈታለት። አንድ ሰው ሲታመም እስትግፋር ሲያበዛ አላህ ህመሙን የሚያነሳለት። አንድ ሰው ሲያጣ እስትግፋር ሲያረግ ወደ አላህ ሲመለስና ራሱን ቀልቡን አጽድቶ ለአላህ ሲሰጥ አላህ ችግሩንና ያጣውን ጉዳይ የሚሰጠው። አንድ ሰው ተውፊቅ አጥቶ ሰርቶ ሳይመቻችለት ሳይሆንለት ቀርቶ ሳይገባ ነግዶ ሳያተርፍ ወጥቶ ተውፊቅ ያለ ተውፊቅ ሲገባ ያለ ተውፊቅ ሲገባ ወደ አላህ ተመልሶ በሱ ምክንያት አላህ ተውፊቅ የሚሰጠውና ሁሉም ያጣውን የሚሰጠው ጉዳይ ነው። እስትግፋር ማለት አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ጀዐለሃ ዐላ አብዋብል ኸይር። ጀነት የሚፈልግ ሰው እስትግፋር ሲያደርግ፣ ዱንያ ላይ ጥሩ ኑሮ የሚፈልግ ሰው እስትግፋር ሲያረግ፣ ልጅ የሚፈልግ ሰው እስትግፋር ሲያረግ የሚያገኝ፣ ዒልም የሚፈልግ ሰው እስትግፋር ሲያረግ የሚያገኝ፣ ጃህ የሚፈልግ ሰው እስትግፋር ሲያረግ የሚያገኝ፣ ትልቅ ቦታ መድረስ የሚፈልግ ሰው እስትግፋር ሲያረግ የሚያገኝ መሆኑን በቁርአን ገለጸው። ኑህ ነቢዩላህ ኑህ ዓለይሂ ሰላም ለኡመቱ ፈቁልቱ እስተግፊሩ ረበኩም አሉ። እስትግፋር አርጉ፣ እስኪ ወደ አላህ ተመለሱ፣ ያለባችሁን ችግር ሁሉም ለመፍታት ስትፈልጉ እስትግፋር አርጉ ብሎ መከራቸው። ኢነሁ ካነ ገፋራ፣ አላህ እስትግፋር ሲታረጉለትና ምህረት ሲጠይቁ የሚምህራችሁ አላህ ነው። ከማዕስያው
ጸድታችሁ እንድትወጡ ከፈለጋችሁ ወደ አላህ ተመልሳችሁ እስትግፋር ሲታረጉ ብቻ ነው። በጣም በሽርክና በመጥፎ ነገር በመጥፎ አኽላቅ የተበላሹ ህዝቦች ናቸው። ወይምድድኩም ቢአምዋሊን ወበኒን አላቸው። አላህ ገንዘብ ቁጥሩ የሌለው ገንዘብ ይሰጣችኋል አላቸው። የምትፈልጉትን ልጅ ይሰጣችኋል አላቸው። ዩርሲል ሰማዐ ዐለይኩም ሚድራራ፣ ዝናብም ስታጡ በዝናብ የምትፈልጉትን ነገር እንድትሰሩበት ዝናብ ይሰጣችኋል፣ ያዘንብላችኋል አላቸው። ይሄ የሁሉም ነገር መክፈቻ እንደሆነ አላህ ገለጸ። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጂሃድ ሲሄዱ ሲነሱ ካነ የስተግፊሩላህ። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱቅ ገብቶ ለመነገድ ሲፈልጉ ካነ የስተግፊሩላህ፣ እስትግፋር ያረጉ ነበር። ሰው ጋር ሲሄዱ እስትግፋር ያረጉ ነበር። መንገድ ላይ ሲወጡ እስትግፋር ያረጉ ነበር። ሲገቡ እስትግፋር ያረጉ ነበር። يحفظ العبد من سوء ما يتحفظ منه، استغفار ባሪያውን ይጠብቃል። ከዐይነ ናስ ይጠብቅሃል፣ ከመጥፎ ህመም ይጠብቅሃል፣ ከድህነት ይጠብቅሃል፣ ከምትፈራው ሁሉ ይጠብቅሃል። استغفار حرز يحرزك من كل سوء، ከመጥፎ ሁሉም የሚጠብቅ ሕርዝ ነው። ሰው ሕርዝ የሚያረገውን የሚጠብቀውን ነገር ፈልጎ ነው። استغفار ይጠብቅሃል። ልጆችህን ከዐይነ ናስ ይጠብቅሃል። ንግድህን ከኸሳራ ይጠብቅሃል። ንግግርህን በረካ ካለማጣት በረካ እንዲያገኝ ያረግሃል። ዒልምህ ውስጥ በረካ ያረግሃል። ሀፍትህ ውስጥ በረካ ያረግሃል። ስትሸጥ አትርፈህ እንድትሸጥ ያረግሃል። ስትገዛ በረካ ያለው ዕቃ እንድትገዛ ያረግሃል። ስታገባ ጥሩ ሚስት እንድታገባ ያረግሃል። ስትድር ጥሩ ልጅ እንድታድር ያረግሃል። እስትግፋር ስታረግ ሽጠህ ለገዛው ዕቃ በረካ እንዲያረግ ያ ረብ ሽክር ያረግኩልህ ነው ያልኩ ነው። እስትግፋር ለሁሉም ለብዙ ነገራት የምትጠቀምበት ቃል ነው። እስትግፋር ጂሃድ ውስጥ ሲገባ እስትግፋር ተደርጎ ነው የሚገባ። ነስር ፈልጎ አላህ እንዲነስራቸው ሲፈልጉ ነስተግፊሩላህ ወነቱቡ ኢለይህ ብሎ ይገባል። ሰሐባዎች ወደ ገበያ ሲገቡ ሱቅ ሲገቡ ነስተግፊሩላህ ወነቱቡ ኢለይህ ብሎ ይገባሉ። መስጂድ ሲገቡ እንኳን ነስተግፊሩላህ ወነቱቡ ኢለይህ ያሉ ይገባሉ። ወደ ቤታቸው ሲገቡ እስትግፋር ያረጉ ይገባሉ። ላ የዛሉ ሊሳኑከ ረጥበን ሚን ዚክሪላህ፣ ምላሴ ሁሌ ከእስትግፋር እንዳይርቅ፣ ከዚክር እንዳይርቅ፣ ከላ ኢላሃ ኢለላህ እንዳይርቅ። ለምን የውመል ቂያማ ሰው ሚዛን ሲመዘንለት እስትግፋር ትልቅ ኪሎ ያነሳልሃል። ዱንያ ላይ የፈለግከው ነገር እስትግፋር አድርገህ ያ ረቢ አስተግፊሩከ ወአቱቡ ኢለይከ ብለህ እጅህን ወደ ላይ ከፍ አድርገህ አላህን ከለመንከው ኢነላህ ሐይዩን ከሪሙን የስተሕይ ሚን አሐዲኩም ኢዛ ረፈዐ የደይሂ አን የሩደሁማ ሲፍራ፣ ባዶ እጅ አይመልስም አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ወሁወ ከሪም፣ በጣም ከሪም ነው፣ ሰጪ ነው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ስለዚህ እስትግፋር ትልቅ ቃል አላህ ለሙስሊሙ ያበረከተና ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያስተማሩን ቃል ናትና ለሁሉም ነገር እስትግፋር ማብዛት ይጠቅመናል። ለሀገራችን ዱዓ ስናረግ እስትግፋር ብናረግ፣ ለቤታችን ዱዓ ስናረግ እስትግፋር ብናረግ፣ ለእጆቻችን ዱዓ ስናረግ እስትግፋር ስናረግ፣ ቁርአን ቀርተን ስንጨርስ እስትግፋር ሰግደን ስንነሳ፣ ተኝተን ስንነሳ፣ ወጥተን ወደ ቤት ስንገባ፣ ወደ ቢሮአችን ስንሄድ እስትግፋር ስናረግ ሒፍዙን ለና የሚጠብቀን ዘበኛችን ነው፣ የሚጠብቀን ጋርዳችን ነው። ዐይነ ናስ ይጠብቃል፣ አፋተ ናስ ይጠብቀሃል። እስትግፋር
ትልቅ ነገር ነውና እስትግፋር የሚይዝ አላህ ያደርገን። እስትግፋር ሁሌ ሲወጣ ሲገባ፣ ተኝቶ ሲነሳ፣ ሲበላ ሲጠጣ፣ ሲያገኝ ሲያጣ፣ ሌሊት ቀን፣ ክረምት በጋ፣ ሁሉም ህይወታችን ሁሉም ሐያታችን በእስትግፋር ብንጠቀመው ለሁሉም ነገር መክፈቻ እንደሚሆንልን ሸሪዓችን አስተምሮናልና እስትግፋር የሚይዝና ንጹህ እስትግፋር ወደ አላህ የሚመለሰው አላህ ያደርገን። አላህ እንግዲህ አንድ ነገር ስንሰማ ወደ ስራው ለማተግበር ሰዓት አይሰጠውም። ካሁኑ ጀምረን እስትግፋር የምንጀምር አላህ ያደርገን። إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحابه الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم أسمعنا ما يسرنا، اللهم أسمعنا ما يسرنا. ارفع رايتنا، تقبل صلاتنا، وارفع ميزاننا، وارفع قدرنا، وثقل موازيننا، وحقق إيماننا، وارفع درجاتنا. تقبل دعاءنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها وأولها وآخرها وسرها وعلانيتها، واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، إنك أنت الغفور الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.